يا أهلاً وسهلا بكل الأوتاكو الأساطير في الملخص ثاني من أنمي دورورو. قبل ما نبدأ يا جماعة يا ريت توصلوا الفيديو ده ل5000 لايك عشان ننزل لكم الجزء اللي بعده بأسرع وقت. ويلا نرجع تاني لقصتنا. بعد ما خلصنا الجزء الأول من دورورو بنشوف كيمارو وهو لسه متأثر بالأحداث اللي عاشها، ودورورو اللي اتقسم قدامه لأول مرة. وهم ماشيين في الطريق دورورو فجأة حس بسخونة غريبة، جسمه سخن جدا ودوخ، وفجأة وقع على الأرض قدام كيمارو اللي اتصدم ومكانش عارف يعمل أي حاجة لإنقاذه. وفي اللحظة دي ظهرت واحدة رهيبة، ست كبيرة ساكنة لوحدها في معبد قديم، قربت منهم ومسكت دورورو وشالته وقالت لكيمارو يلحق بيها. دخلتهم المعبد وبدأت تعمل كمادات وتعتني بيه، ووقتها قعد كيمارو يبص لدورورو والخوف مالي قلبه، وساعتها بدأ عقله يرجع ذكرياته، افتكر أيامه القديمة لما كان عايش مع أبوه هبا وأمه أوجا. أيام بسيطة وصعبة في نفس الوقت، لكن كان فيها دفء بيت. وأبوه اللي كان بيكره الساموراي كره ما يتوصفش. الراجل ده كان شايف الساموراي رمز للظلم، وعلشان كده جمع مجموعة من قطاع الطرق وكانوا بيلفوا القرى ويواجهوا الساموراي اللي مسيطرين عليها ويخوفوا الناس. وفي يوم من الأيام واحد من رجالته رجع عليه وهو لاهس وبيقول له إن في مجموعة كبيرة من الساموراي جاية تهجم عليهم، وإن الموضوع مش سهل المرة دي، وقال له لازم نتحد ونواجههم، يا نحارب سوا يا هنضيع واحد واحد. وكانت الأيام دي كلها نار، كل يوم معركة وكل يوم سيوف ودم، وكل يوم كيمارو كان بيشوف أبوه ورجالته بيحاربوا علشان يعيشوا وعلشان ما يتاكلوش من الدنيا اللي كلها ظلم ووحشية. وفي يوم من الأيام كان كيمارو واقف في الغابة بيجمع شوية حطب، وفجأة ظهر له واحد من الساموراي. الراجل بصله بنظرة شك وقال له أنا عارفك، أنت واحد من قطاع الطرق. وبدون أي إنذار هجم عليه بالسيف كأنه لاقى فرصة ينتقم. كيمارو حاول يهرب لكنه تسحب غصب عنه لجولة قتال مميتة. اتلم عليه مجموعة من الساموراي وبدأ يقاتلهم بكل قوته، ورغم إنه لسه طفل صغير إلا إن الغضب والخوف خلوه يقاتل كأن روحه مولعة نار. وقع منهم كتير، لكن في الآخر واحد منهم وجه له ضربة قاتلة، وقع كيمارو على الأرض والدم حواليه، ومات في حضن الصبح قدام دورورو الصغير اللي وقف يتفرج بعينين مليانة صدمة وخوف. اللحظة دي حفرت جوه للأبد. وبعد ما مات أبوه عاش دورورو مع أمه لوحدهم. كل يوم كان بيصحى جعان، بطنه بتقرص من قلة الأكل. أمه كانت بتحاول تسد رمقه بأي طريقة، كانت بتروح للساموراي تاخد صدقات بسيطة، لقمة صغيرة تسد جوع ابنها، وكانت بترجع الأكل بإيديها السخنين لأنها ما كانش معاها طبق ولا حتى كيس، لكن هي نفسها ما كانتش بتاكل. كانت تدي كل اللي تقدر عليه لدورورو، ولما الضعف زاد عليها من قلة الأكل والتعب وقعت، ومع الوقت ماتت وسبت دورورو لوحده في الدنيا القاسية دي. ولما نرجع للحاضر بنلاقي الرهبة اللي ساعدت دورورو بدأ يخف ويرجع لطبيعته، وبعد ما استرد قوته خرج هو وكيمارو يكملوا رحلتهم تاني. وفي الطريق صادفوا قرية غنية شكلها مليان حركة وناس، ودورورو كالعادة كانت عينه على أي فرصة يكسب منها فلوس حتى لو صغيرة، المهم يكملوا الطريق. وفي الوقت ده جوجل كان قاعد مع واحد من قادة جنوده، الراجل اللي دخل عليه وقال له يا سيدي في واحدة من الخادمات اللي كانت شغالة عندك زمان حكت لي حاجة غريبة، بتقول إنها شافت قبل سنين ولد من غير أطراف كان محتجز في المركز القديم، والكم يوم اللي فاتوا واحد من العشيرة اللي جنبنا اتصاب من ولد عنده أطراف صناعية، وإحنا شاكين إن الولد ده هو نفسه اللي لقيناه زمان في النهر. الكلام ده وقع في قلب جوجل زي الحجر، وقف وبقى يسمع كل كلمة بعينه قبل ودنه. هو كان لسه بيدور على الحقيقة اللي أبوه دايما خباها عنه، السر الكبير اللي محدش في العيلة طايق يفتحه. وفوق كل ده الجفاف لسه ضارب أرضهم، القرى بتعاني والمزارع بتموت والناس بتدعي إن ربنا يحن عليهم. ومع الفوضى دي كلها وصلوا خبر إن في عشيرة كبيرة جنبهم غير عشيرة سكاي اسمها عشيرة ساكورا بدأت تحرك جنودها وبتستعد للحرب. الدنيا كلها كانت بتغلي. ساعتها جوجل قرر ينزل بنفسه لقاع الجحيم، المكان اللي فيه الشياطين اللي عقد أبوه الاتفاق معاهم زمان. دخل الظلام وهو قلبه بيولع وبدأ يتكلم مع الشياطين بصوت ثابت وقال يبقى أكيد الولد لسه عايش، وهو دلوقتي بيقتل الشياطين واحد ورا التاني علشان يسترجع أجزاء جسمه، وكل الكوارث اللي بتحصل في المملكة سببها هو. وقبل ما يكمل كلامه ظهر دخان أسود ثقيل وكأنه طالع من باطن الأرض، ومن وسط الدخان ظهرت هيئة ضخمة شكل مرعب. دي كانت الشياطين الكبرى، والكبير فيهم قال له بصوت غليظ بيشق المكان دوروا عليه هاتوه قبل ما يسترجع كل حاجة. وجوجل فضل واقف قلبه بين الخوف والصدمة، لأنه أدرك إن اللعبة لسه في بدايتها، وإن الولد اللي كانوا فاكرينه مجرد ضحية طالع إنه العاصفة اللي جاية تقلب كل حاجة. وفي ليلة من الليالي تهمارو استدعى الجندي اللي كان بيتكلم مع جوجل، قعد معاه وسأله عن الحوار اللي دار. ولما الجندي قالوا إنهم بيدوروا على ولد عنده حوالي 16 سنة تهمارو استغرب وقلق، فراح جري على دايجو وسأله مين الولد اللي انت بتدور عليه وليه بتقلب الدنيا وراه. لكن دايجو اتنرفز وزعق فيه وقال له مالكش دعوة، ما تسألش في اللي مالكش فيه، وقام وسيبه وماشي من غير ما يشرح ولا كلمة كأنه خايف حتى من الاعتراف. بعد ساعات قابل تهمارو مجموعة من الناس من سكان القرى اللي تابعة لأراضي تايجو. الناس كانت مرعوبة ووشوشهم باينة عليها علامات الخوف. قالوا له يا سيد تهمارو الحقنا، في وحش ساكن في البحيرات هنا، كل يوم بيطلع يقتل حد بياكل الناس ومحدش قادر يقف قدامه. تهمارو ما فكرش كتير، أخد معاه شوية مساعدين وكم جندي ونزل على البحيرات
علشان يشوف الموضوع بنفسه وما لحقوش يقفوا ثواني، وفجأة سطح المياه تفجر وطلع وحش ضخم على شكل سلطعون عملاق، قرونه وساقطه عاملة زي الفخاخ. الوحش خطف واحد من الجنود قدامهم وابتلعه في لحظة. تهمارو شد سيفه، جرى عليه وهجم بكل قوته. قدر يقطع واحد من أذرع الوحش، لكن الكائن الغريب نزل تاني في المية وبدأ يهاجم من تحت، يشد الجنود برجليه الكتير ويغرقهم. اضطر تهمارو يتراجع بسرعة مع الباقيين، وقف على الشاطئ وهو لاهث بيجمع نفسه. ولما جه الليل قعد مع الجنود والمسؤولين من القرية وبدأوا يفكروا في طريقة يقدروا يوقعوا بيها الوحش. وبعد نقاش طويل طلع تهمارو بخطة جريئة. هنبني سد حوالين جزء من البحيرة، نحبس المية ونمنع الوحش من الحركة. أول ما ينكشف نهاجمه كلنا مرة واحدة. الخطة كانت مخاطرة، لكن ما كانش قدامهم أي حل تاني، خصوصاً بعد ما البحيرة بقت مقبرة مفتوحة للناس اللي حوالينها. الخطة كانت بسيطة لكنها خطيرة. يستدرجوا الوحش لحد طرف البحيرة، ولما يقرب من اليابسة يسيبوه محبوس جوه السد اللي بنوه، وساعتها يقدروا يقتلوه من غير ما يغوص ويهجم من تحت. وفعلاً تاني يوم واقف تهمارو وجنوده مستنيين وكلهم قلوبهم بتدق، وفجأة سطح المية هاج وظهر الوحش الضخم طالع زي الجبل. أول ما قرب من اليابسة فتحوا السد بسرعة، فالمية اتسحبت والوحش اتزنق لوحده على الأرض. الجنود هجموا عليه وتهمارو كان في المقدمة، قدر يضربه ويصيبه، لكن الوحش رد بضربة أقوى كسرت السيف بتاع تهمارو ورمى الجنود يمين وشمال. ومع إنهم عملوا كل اللي يقدروا عليه، مية البحيرة بدأت ترجع تاني والوحش رجع يزداد قوة. وتاني يوم أثناء ما تهمارو بيحاول يواجهه تاني، الوحش خطف مساعدته هيوجه وكان على وشك يبتلعها. الجنود وقفوا عاجزين وتهمارو كان هيهجم برجليه حتى من غير سلاح، لكن فجأة ظهر صوت شق المية. كانوا هي كيمارو الولد الغامض اللي محدش يعرف حقيقته، نط جوه البحيرة وواجه الوحش وجها لوجه بسلاحه الصامت اللي بيلمع تحت الشمس. قدر يوجه ضربة قاتلة ويموت الوحش في لحظة كأن القدر نفسه كان مستنيه. تهمارو وقف مصدوم، مش من إنقاذه لكن من الشعور الغريب اللي حسه وهو بصص لهي كيمارو، كأن في حاجة تربطهم، أرواحهم متشابهة، نفس الوجع، نفس الغموض، نفس الدم يمكن. بعد ما خلص كل شيء دورورو كالعادة دخل فورا وقال لتهمارو وهو مبتسم: إحنا أنقذناكم من الوحش، يبقى عايزين فلوس. تهمارو ضحك بخفة وأدى له اللي يقدر عليه. وقبل ما يمشوا سأل تهمارو الولد اللي قدامه: استنى، اسمك إيه؟ رد عليه بهدوء وهو ماشي: هي كيمارو. وبعدها خرج هو ودورورو من القرية مكملين طريقهم. ومع إن الطريق كان طويل ومليان مخاطر إلا إنهم كانوا واثقين إن اللي جاي أكبر بكتير من مجرد وحش بحيرة. بعد ما خلصوا معركة البحيرة قال دورورو لهي كيمارو إنه ناوي يروح قاعة الجحيم. كان حاسس إن هناك السر الحقيقي اللي مخلي الروح دي مسيطرة على جسم هي كيمارو، وإنه لو عرف أصل اللعنة يمكن يقدر يساعده يرجع حياته. وقبل ما يمشوا دورورو لمح حاجة غريبة: الدم اللي كان على سلاح هي كيمارو كان لونه أحمر قوي مختلف عن دم الوحش. ساعتها دورورو شك إن هي كيمارو يمكن قتل بشر قبل كده، وإن أرواحهم لسه متعلقة بيه عايشة جواه من غير ما يعرف. وهما ماشيين سمعوا أصوات الناس من بعيد بتتكلم عن الجفاف اللي ضارب المنطقة من شهور طويلة. واحد من أهل القرى قال: إحنا متأكدين إن ده بسبب لعنة قديمة اتحطت على الجدار اللي بنيناه زمان عشان نحمي نفسنا من هجوم العشائر. الجدار حمى الأرض فعلا، لكن مات عليه ناس كتير وأرواحهم ما ارتاحتش، ومن بعدها الوحوش بقت تظهر حوالينه. هي كيمارو ودورورو قرروا يروحوا يشوفوا الجدار بنفسهم. أول ما قربوا منه وقف هي كيمارو فجأة، حس بنبضة قوية جواه وبص على الجدار بعينه اللي بتشوف الأرواح، وشاف لون أحمر قاتم بيغطي الحجارة. ده معناه إن في روح شريرة قوية محبوسة جواه. وأول ما بدأوا يفكروا يعملوا إيه جه ولد صغير اسمه ساكوروكو. الولد كان شكله مرعوب وقال لهم: قريتي ورا الجدار ومش عارف أرجع. الصبح لو حاولت أعدي عشيرة ساكورا بيقتلوا أي حد يقرب، وبالليل بقى بتطلع الوحوش والشياطين من عند الجدار ومحدش قادر يوقفهم. أنا عايز أرجع لأهلي، ممكن تساعدوني؟ دورورو قال له بحماسه المعتاد: أكيد هنساعدك، ما تقلقش. وفي نفس الوقت ده بعيدا عنهم دايجو وصلته أخبار من مساعدي تهمارو إن في ولد غريب عنده أطراف صناعية ظهر في الأراضي عند الجدار. أول ما سمع الكلام قال بغضب: يبقى أكيد هو ابن اللعنة، لازم أقتله قبل ما يهد كل اللي بنيته. لكن مراته حاولت تهديه وقالت له: إحنا رميناه زمان واللي بنعيشه دلوقتي يمكن يكون عقاب بسبب اللي عملناه، ما ينفعش نأذيه تاني. لكن دايجو رد عليها بعصبية: مش هسمح لحد يوقف ازدهاري ولا يدمر مستقبلي. وفي اللحظة دي كان تهمارو واقف بره المكان سامع كل كلمة، قلبه اتخض لكن عقله ما كانش فاهم الحقيقة الكاملة. حس إن في سر كبير بيخص الولد صاحب الأطراف الصناعية، سر ليه علاقة بيهم هم كمان. في الليل كان هي كيمارو بيبحث عن سر حياته وعن الماضي اللي كان مخبيه عنه، وكان في دماغه سؤال واحد: مين هي الست اللي ولدته؟ وأمه كانت دايما تقول له إنك الطفل الشيطان اللي راجع علشان يحقق قدره، لكنه مش فاهم يعني إيه الكلام ده. من هنا بدأ يحس إن في حاجة غريبة مرتبطة بيه وإنه مش زي باقي الناس. وأثناء ما هو قاعد قريب من الجدار وفجأة ظهر الشيطان قدامه بشكل مفاجئ. كان على هيئة ثعلب عملاق، عيونه لامعة وكأنه يراقبهم من بعيد. هجم الشيطان على هي كيمارو ودورورو وسكروكو، وكان بيقسم نفسه بشكل مخيف ويهاجمهم من كل زاوية. القتال كان عنيف والشيطان كل
وكل ما هجم عليهم كان بينقض عليهم بجسمه المرن. وفي اللحظة الحاسمة هيكيمارو تمكن من ضربه بقوة شديدة، والشيطان اختفى فجأة وكأن الأرض ابتلعت. بعد ما انتهت المعركة كان كل واحد فيهم مشدود ومربوط بمشاعر غريبة، خصوصا هيكيمارو اللي حس إن في روح مشابهة لروحه زي ما حس من قبل مع تهمارو. ساعتها هو بص لدورورو وقال له أنت مين؟ إزاي قدرت تحارب زي كده؟ وفجأة ظهر صوت من وراهم، كان الصوت بيقول أنت الطفل الشيطان، مش ممكن، أنت لسه عايش إزاي؟ الجنود هجموا عليهم فجأة وحاولوا يمسكوا هيكيمارو، لكنه هرب منهم بسهولة واختفى في الظلام زي ما كان دايما. لكن في اللحظة دي وقعت مجموعة من الجنود في فخ واتقبضوا عليهم هم وساكوروكو من عشيرة ساكورا وحبسهم في سجن مع بعض. في السجن كان ساكوروكو بيحكي لهيكيمارو عن اللي حصل وقال له قريتي كلها اتدمرت، عائلتي ماتت أو فقدت، واللي أنا عايش فيه دلوقتي مش حياة، بس في حاجة غريبة. في سجن هنا شفت واحد لابس شعر غريب وكان شكله مألوف ليك، كنت دايما شايفه معاك، يمكن يكون ليك علاقة بالرسالة اللي لسه هتيجي. وفي نفس اللحظة بدأ هيكيمارو يتذكر وبدأت الصور تطلع في دماغه، كان مش قادر يصدق وده زاد شكوكه. وفي وسط السجن فجأة ظهر له شخص كان في الذاكرة بشكل مشوش. بعد كده هيكيمارو استطاع الهروب من السجن بمساعدة بعض المساجين اللي كانوا معه، ورجع إلى بيته وهناك وجد والده يتكلم مع أمه. كان الصوت مليان حزن وغضب في نفس الوقت. قال له إزاي ترموا ابنكم؟ ده اللي كان من غير أطراف وهو رضيع، كان لازم صفقتي مع الشياطين تكمل عشان الأراضي اللي أنا بحكمها تزدهر، ما ينفعش دلوقتي أجيء وألغي الاتفاق ده. اختار يا أم أخوك يا أم حياتنا وحياة الناس. وهيكيمارو كان واقف مش فاهم إزاي أبوه ممكن يفكر كده، وكانت مشاعر الحيرة والصدمة بتمزقه من جوه. بعد كده هجم جنود أبيه على هيكيمارو علشان يمسكوه، لكنه هرب منهم تاني مسرعا في الظلام. وهو بيهرب رجع شاف عيلته من بعيد وحس بيهم، لكن قلبه كان معلق بين الحقيقة والخيال. أمه كانت بتصرخ وتطلب من الجنود إنهم يلحقوه، لكنه اختفى تاني في الليل وما كانش في حد قادر يوقفه. وقابل دورو وقعدوا هما الاتنين يحكوا لبعض كل اللي حصل معاهم من أول ما اتقابلوا لحد اللحظة دي. وبعد ما خلصوا كلامه دورو بص لهيكيمارو وقال له أكيد ده دايكو، وبكده أنت لقيت عيلتك خلاص، لازم نتحرك ونفهم اللي جاي. وفي اللحظة دي كانت جيوش أسكرا قابضين على هيكيمارو ورابطينه في جدار ضخم علشان يعدموه هو وباقي المساجين. لكن قبل ما الإعدام يحصل بدقايق الدنيا اتشقلبت، جيشين دخلوا في حرب قدام الجدار والقتال ولع نار. وفجأة في وسط المعركة ظهر الشيطان اللي كان شافه هيكيمارو قبل كده. أول ما ظهر الحرب كلها وقفت كأن الزمن اتحبس، والشيطان ما كملش ثانية لحد ما جه تايهومارو أخوه الصغير واقف قصاد هيكيمارو، بصله وقال له بصوت جامد أنا أخوك، بس علشان تفضل عايش لازم نلغي الصفقة القديمة اللي عملناها مع الشياطين، ولو الصفقة اتلغت أراضينا هتتدمر وترجع زي زمان، علشان كده لازم أقتلك دلوقتي. وما استناش هجم على هيكيمارو والاتنين دخلوا في قتال عنيف. هيكيمارو قدر يصيبه في عينه وسمع صوت دورو بينادي عليه وبيحاول يساعده يهرب من الشيطان، لكن الشيطان جرى الكل ناحية جدار بانمون وفضل واقف قدامه يستنى اللحظة اللي هيكيمارو ينهار فيها. وفي عز اللي بيحصل ظهرت أمهم قربت من هيكيمارو ودموعها بتنزل وقالت له بصوت مكسور سامحني، معرفتش أحميك زمان ومش قادرة أحميك دلوقتي. وبدل ما تسيبهم يتحاربوا غرزت السكينة في نفسها علشان توقف اللعنة اللي بينهم، بس ما ماتتش، وقعت على الأرض وهي بتتألم. في اللحظة دي بانمون نفسه بدأ يتهز ويقع وكل حاجة مكشوفة قدام الشمس. المعركة وقفت والصح والغلط ظهر قدام عيونهم كلهم. هيكيمارو ودورو كانوا واقفين مع تاهومارو اللي كان بينهار وأمه بتتشنج على الأرض. وفجأة سمع هيكيمارو صوت عيلته بتنادي عليه من بعيد وفهم إنهم لسه عايشين رغم كل اللي حصل. وبعد ما الدخان هدى هيكيمارو ودورو بصوا لبعض وخدوا قرارهم وسابوا المكان ماشيين على طريق جديد يمكن أخطر، لكن المرة دي هم اللي بيختاروه بإيديهم. بس هيكيمارو ما كانش قادر ينام بالليل، كان قلبه مولع ودماغه مش بتفكر غير في حاجة واحدة، يقتل كل الشياطين ويرجع جسده جزء جزء. دورو كان ماشي معاه ومش فاهم ليه هيكيمارو شكله متوتر بالشكل ده، لكن كان حاسس إن جواه بركان. وبعد ما قتل الشيطان اللي كان عند بوابة بانمون استغرب إن جسده مرجعش منه أي جزء ولا حتى إحساس بسيط، والموضوع ده خلى الشكوك تكبر جواه أكتر. ولما الصبح جه ودخان الحرب بدأ يختفي هيكيمارو حس لأول مرة من زمان إن الدنيا بتهدى، الريح بتهب على الأراضي والشمس بتطلع من غير صرخات ولا دم. بعدها كمل هو ودورو رحلتهم لحد ما وصلوا عند بيت بسيط وسط الغابة. دورو كان بيجمع خشب قريب وفجأة لمح شلال وعنده تمثال غريب بوجه ناقص، ملامحه مش مكتملة وكأنه مستني حد يكمله. ولما رجعوا البيت ظهرت لهم ست اسمها أوكاكا وكانت شبه أم هيكيمارو بشكل مرعب لدرجة إنه اتجمد مكانه. ست هادية كلامها لطيف وقالت لهم البيت ده بيتي، اقعدوا براحتكم الليلة. هيكيمارو حس براحة غريبة كأنها أمي فقدها من زمان، وقعد يسألها عن التمثال اللي عند الشلال. وقالت له وهي بتجهز لهم الأكل النحات اللي كان عايش في قريتنا عمل التمثال ده، قعد سنين يحاول يعمل له وجه مناسب وما قدرش. بعد ما أكلوا حسوا إن جسمهم تقيل والنعاس بيشدهم بقوة. أوكاكا كانت بتكمل الحكاية بصوت هادي لحد ما ناموا. بعد ما النحات مات التمثال اتحولت فيه أرواح شريرة، بقت عايزة تاخد أرواح البشر وتدور على وجه يناسب التمثال علشان تكتمل لعنته. وفجأة صوتها اتغير وابتسامتها بقت مخيفة. أنا ما قلتلكوش، أنا حطيت دواء في الأكل، ناموا شوية، أصل الحقيقة
بقى إني أنا النحات نفسه بقدر أغير شكلي وصوتي، ورجعت تاني علشان أجيب أرواح للتمثال. الأرواح الشريرة مستنياكم وهتسحب أرواحكم دلوقتي. وفجأة وهيكيمارو اتسحب من الأرض بعد ما فقد وعيه. النحات شاله ووداه ناحية التمثال، لكن دورو بشطارته صحى قبل ما يتسحب هو كمان وجري ورا النحات، وقف قدامه وصرخ فيه: سيبه، هيكيمارو مش واحد من الأرواح الشريرة، أنت اللي بقيت وحش، وهيكيمارو لازم يرجع بني آدم زي ما كان. دورو وقف قصاد الوحش الحقيقي، وقف يدافع عن صاحبه اللي قلبه بيتاكل بين الظلام والنور. في وسط المعركة هيكيمارو كان عارف إن الحل الوحيد إنه يسيب التمثال ويركز على الأرواح الشريرة اللي جواه. الأرواح دي هجمت على النحات بقوة، لكن هيكيمارو كان ماسك سيفه بإيديه ونجح في قتل النحات وقتله في المعركة دي. بعد ما قضى على النحات طالع هيكيمارو وركز على التمثال، ضربه بكل قوته وبدأ يفضي الأرواح الشريرة اللي كانت داخله واحدة واحدة. تاني يوم هو ودورو قرروا يروحوا على مكان معروف بالينابيع الساخنة علشان يستريحوا شوية ويخططوا للخطوة الجاية. لكن هناك قابلوا طفلين صغيرين جايين لهم برسالة مهمة. الطفلين قالوا لدورو إن على ظهره مرسومة خريطة سرية. الخريطة دي مش خريطة عادية، لكن هي عبارة عن كنز مخبى كان واحد من الساموراي القدامى خباها قبل ما يموت. الفلوس دي كانت كتيرة ورقمها من أيام كتير. والده وأمه كانوا عارفين مكان الفلوس دي كويس، لأن نصف الخريطة مرسوم على ظهر والد دورو والنصف التاني على ظهر والدته. الغريب في الأمر إن الخريطة دي ما بتظهرش على ظهر دورو إلا لما يتعرض لجسمه لحرارة عالية، يعني لما جسده يبقى دافئ. دورو قال له وهو متحمس: لازم نجيب الفلوس دي مش بس كنز، دي هي اللي هتخلينا أقوى ونقدر نواجه كل المخاطر اللي جاية في طريقنا. وهنا بدأت رحلة جديدة، رحلة البحث عن الفلوس اللي هتغير مصيرهم وتخليهم في موقع قوة وسط عالم مليان تحديات وأعداء. بعد ما هيكيمارو قدر يستعيد جسمه بالكامل وكملوا رحلتهم مع بعض، وصلوا لمكان غريب شديد، معبد قديم. لكن مش بس كده، المعبد كان محروق، حواليه آثار حروق وعلامات نفط متسربة من الأرض، حاجة مش طبيعية خالص. ابتدوا يستكشفوا المكان ووقع في دماغهم سؤال مهم: إزاي المعبد ده اتحرق؟ هل هو اشتعل لوحده ولا كان في حد عمد عمدا على حرقه؟ وكل الأدلة كانت بتشير إن في حد هو المسؤول عن الحريق ده، مش حاجة عادية أو صدفة. ولما بقوا حوالين المعبد لاحظوا حاجة أغرب، في وحوش غريبة بتظهر فجأة وكأنها طلعت من جوه المعبد وبعد كده تختفي بسرعة كأنها مش من هنا. وهيكيمارو شاف واحد من الوحوش دي قبل ما يختفي وكان شكله مرعب. دورو حس بقلق وحب يقعد مع هيكيمارو شوية ويطمن عليه، بس في اللحظة دي جه لهم واحد جديد عرف عن نفسه باسم سامي. هيكيمارو حس بحالة غريبة لما شاف سامي، كأن روحه متداخلة بين الطيبة والشر، حاجة مش واضحة خالص. قرروا يروحوا بيت سامي وهناك سألوا عن المعبد وأسراره. سامي قال لهم بصوت مليان حزن وألم: المعبد ده كان ملجأ للأطفال وكان في راهبة بتعتني بيهم اسمها هبة. الراهب والراهبة كانوا بيحاولوا يحموا الأطفال، بس كان في شر في المكان. كمل سامي وقال: الراهبة دي كانت بتبيع بعض الأطفال سرا، جزء منهم بيختفي، وفي يوم شديد البرد ضرب المعبد اتحرق وكل اللي فيه ماتوا. بس الغريب إن الراهب ما اختفيش، الراهب اتحول لوحش بيقتل أي حد يجي حواليه المعبد. بعد ما سامي حكى لهم القصة كلها حسوا إن في لعنة قوية مأثرة على المكان وإنه لازم يكونوا حذرين جدا. في الليل هيكيمارو ودورو راحوا يناموا وهم مش مطمئنين أبدا للقصة اللي سمعوها من سامي. كانوا حاسين إن في حاجة مش طبيعية ومش قادرين يريحوا دماغهم من التفكير. وأثناء نومهم فجأة ظهر وحش غريب على شكل دودة طويلة ومقززة. هيكيمارو صحى بسرعة وقام هجم على الوحش بكل قوته وبدأ يقطع فيه بالسيف وهو مركز جدا مش عايز يسيبه يهرب. لكن فجأة ظهر شيطان تاني على شكل فراشة صغيرة، طار وقبض على الوحش وراح بيه بعيد. الشيطان الفراشة قال لهيكيمارو: 7 ميم، مش هنقدر ناكله دلوقتي لأنه قوي. وفي اليوم اللي بعده هيكيمارو راح القرية وهناك اتجوز 6 عجوز من أهل البلد. لما سألها عن المعبد المحروق كانت ردود الفعل غريبة والناس في القرية كانوا بيبصوا له بنظرات شك وغرابة. هيكيمارو مكملش كتير في التجوال لحد ما وصل لمخزن مهجور. دخل المكان وهناك فجأة شاف حاجة ما كانش متوقعها، ناس من القرية كانوا محبوسين جواه في الكابو ومن ضمنهم هيكيمارو نفسه. وفي نفس الوقت كان 7 مايوس الحاكم الفعلي للقرية بيراقب الموقف كله عن قرب. لما شاف هيكيمارو قال له بصوت واثق: أنا عارف إنك جيت هنا علشان زهقت من الشياطين، بس أنا الحاكم هنا وهحمي الناس اللي في القرية دي حتى الشياطين اللي فيها. كمل 7 مايوس وقال: قريتنا كانت مدمرة زمان لحد ما وصلت لعندي صفقة مع شيطان، ومن ساعتها ظهر الشياطين اللي شفتهم امبارح. هيكيمارو رد عليه بكل حزم: أنا مش مهتم بكل الكلام ده، أنا هقتل الشيطان اللي عامل الفوضى دي. وفجأة ظهر الشيطان نفسه ودخل في مواجهة شرسة مع هيكيمارو. اتبادلوا الهجوم وكانت أعصاب الاتنين مش طايقة بعض، لكن في النهاية الشيطان هرب. هيكيمارو في المعركة اتكسرت رجله الشمال وده خلاه يتعطل شوية. وفي الوقت ده دورو كان محبوس مع وحوش في الكابو والوحوش دي كانت بتطارده بشراسة لحد ما وقعوه. بعد كده ظهر الوحش اللي كان ساكن في المعبد واللي كان سبب الكوارث كلها. الوحش ده خرج من المعبد مع دورو حمام وكان معاهم أشباح الأطفال اللي اتقتلوا في المعبد ده، والأشباح دي كانت بتطارد دورو وكل حاجة حواليه. الأشباح حكت لدورو حاجة غريبة ومؤلمة وقالوا له إن اللي فعلا قتلوا الراهبة اللي كانت بتعتني بالمعبد ده مش الشياطين ولا الوحوش، لكن أهل القرية نفسهم هم اللي قاموا بالقتل. بعد كده الناس دي أخدت الأطفال اللي كانوا في المعبد وسلمتهم
ضمتهم للشيطان علشان ياكلهم ويستفيد منهم. دورو لما عرف القصة دي حس بحزن وغضب كبير، والأشباح ساعدوه يخرج من السجن اللي كان محبوس فيه. وبينما هو بيخرج فجأة ظهر الشيطان بنفسه وابتدى يحرق القرية كلها نارا وجحيما. ده حصل بعد ما هيكيمارو اتصاب، وكان الوش المخيف للشيطان هو السبب في الدمار والخراب. السبب في كل الكارثة دي كان إن أهل القرية خصوصا سبامي ما حموش هيكيمارو ودورو وخلوهم يواجهوا المصير ده لوحدهم. بس هيكيمارو اللي كان قوي وعنده عزيمة ما بتكسرش عارف إن الشيطان دايما بيظهر عند النهر، فقرر يروح له على طول وهاجم الشيطان بكل قوة وحرقه وقضى عليه. بكده كان في بصيص أمل جديد في القرية وإن الشر ممكن يتغلب عليه بالعزيمة والشجاعة. بعد ما كل اللي حصل هيكيمارو قرر يستعد ويواجه الموقف بكل قوة وعزم، وكمل مع دورو حديث طويل وصريح. قال له القرية كلها اتحرقت بسببنا، ولو ما كناش جينا ما كانش الشيطان هيقدر يحرقها، بس أنا مش مهتم بالكلام ده، المهم دلوقتي إني ما أمشيش وراه تاني. بعد الكلام ده افترقوا، وهيكيمارو قعد يدور على حاجة مهمة، وكان بيفكر في نص الخريطة اللي معاه واللي كان نصها التاني مفقود. في الوقت ده ظهر أبو زمان، واحد من الناس اللي بيعرف كتير عن أسرار القرية، وقال له أنا معايا نص الخريطة اللي كان والدك مرسومها، بس محتاجين نلاقي النص التاني. هيكيمارو قال له إن الخريطة مش بتظهر بالكامل إلا لما جسد دورو يكون دافئ، وعشان كده كان لازم يلاقي طريقة يظهر بيها النص كامل. دورو من ناحيته كان شايف إن أبوه كان بيجمع فلوس كتير وبيخبيها، وده السبب اللي خلى أمه لما ماتت تنقب في قبرها وتاخد نص الخريطة الأولاني عشان تقودهم للمكان اللي فيه الكنز. وفي اليوم التالي ظهر مساعدين كتير وخدوا دورو وروحوا عشان يروحوا للمكان اللي مكتوب في نص الخريطة الأولاني واللي كان اسمه رأس هاكوتش. قبل ما يوصلوا مروا بقرية كلها خراب وسكانها كلهم مقتولين، وكانت الرحلة خطيرة جدا. عشان يوصلوا لرأس هاكوتش كان لازم يعدوا البحر. في اللحظة دي قابلوا ولد ذراعه مقطوعة اسمه شيران، وهو عرض عليهم إنه ياخدهم على قربه عشان يعدوا البحر بسهولة. شيران كان عنده سمكتين غريبة على القارب، قال لهم إن اسمهم عروسة وكان بيعتبرهم عيلته. الغريب في السمكتين دول إنهم كانوا بياكلوا ذراع شيران عشان يكبروا، وبسبب ده خلى السمكتين ياكلوا كل سكان القرية اللي مروا بيها. وبكل قسوة قال لهم دلوقتي هخليهم ياكلوا كمان انتوا. فعلا جيرومارو ساب ورومارو كانوا بيتاكلوا على يد المساعدين. إيتاشي وكل اللي حواليه خلصوا الموقف، والقارب الأول قارب عادي ما بيحصلش فيه حاجة. أما القارب التاني كان فيه تاتشي ودورو. دورو كان قاعد مستني اللحظة الصح، والناس اللي حواليه من المساعدين كانوا قاعدين في حالة يأس. لكن فجأة صرخ لهم وقال أنا هنزل المية دلوقتي، اصبروا وما تتحركوش، هحاول أطلعكم، وانتم لما تطلعوا اضربوا كل اللي قدامكم. وبالفعل دورو نزل المية بهدوء وفضل يروق على صبر رومارو، وبعد شوية طلع لفوق. في اللحظة دي رومارو كان طالع وراه والجميع بدأوا يهاجموه، لكنهم ما قدروا يمسكوه ومشوا في طريقهم لمكان اسمه رأس هاكوتش. شيران مع جيرومارو وتاتشي والمساعدين قبضوا على واحد منهم وبدأوا يضربوه، وفي نفس الوقت تاتشي قرب جسم دورو للنار عشان يظهر لهم الخريطة اللي على جسمه. وفعلا ظهرت الخريطة بشكل واضح، لكن لما شافوا جسم دورو اكتشفوا حاجة مفاجأة. دورو في الحقيقة بنت مش ولد، وده لأنها بتتعامل كولد عشان محدش يستضعفها، وكمان علشان الناس يرضوا يشتغلوها ويثقوا فيها. تاتشي بعد ما اكتشف الحقيقة دي رسم الخريطة على ورقة وربطها كويس. بعدها دورو بدأ يدور على طريق واضح، وفي مرة واحد شافه وقال له انت محتاج أطراف صناعية، هنا في واحد بيصنع الأطراف اسمه جوكاي. هيكيمارو فرح جدا لأنه هيقابل جوكاي قريبا، وده كان معناه إن الجزء الثاني من القصة خلص. وبكده استنونا في الجزء الثالث اللي هيكون أكتر إثارة وتشويق. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا أول من يعرف كل جديد من عالم الأنمي الممتع.